الصديق حداد بوعلاق نحب نسأله، الأغنية هذه امتازت عن بقية الأغاني الأخرى بتجسيم كلمات الأغنية من خلال الرقص. عاد باعتبارك من رجال المسرح تعطينا رأيك في كيفية تجسيم نص الأغنية، تجسيم النص بصفة عامة. في الواقع قبيلك احنا ما شفناش حتى نكتة في مجتمعنا هذا الصغير. أيوة. إنما حبيت نبدي نكتة لأن تمتني بكوني في المسرح، وأنا موجود المسرح متشرف بالمسرح على حال. إنما خذيت كرسية في المسرح قبل ما ندخل المسرح من بابه الكبير، دخلت فوق كوشة. فما كوشة مبنية في أريانا بجنب الصفصاف تاع أريانا، فما صفصاف تاع أريانا وصفصاف تاع المرسى. نعم. وفوق كان ازدحام كبير، وأنا كان عمري وقتها 8 سنين. 8 سنين، وتعرفوا انتم كي نرجعوا بالتاريخ، اذا كان انا تو عمري 33 سنه، في وقتها المذياع كان غالي، واللي دخل مذياع للحومه جماعه الحومه الكل يدوروا به. ولهذا نسمع مبسوط صفيه في الاذاعه فقط. وكان الحظ كبير بالنسبه لبوعلاق حداد اللي قعد فوق سطح الكوشه ليل كامل وهو يتفرج اون بلانير في الحفله هذه في الصفصاف، وكانت تنقل فيها الاذاعه. الإذاعة وقتها زادة كانت كي تنقل حاجة معناها حاجة عظيمة جدا، حاجة عظيمة جدا. معناها يقول بالقاوري نادر، سرار. وسي طاهر مبارك هو اللي ينقل. سي طاهر مبارك، سي صباحي فكر. على كل حال أنا من الجولة هذيك من الوقت هذاك نقول الماما صفية، اللي في الواقع برشا نسامح مش كلمة ماما أو أمي، إنما هي أمي في الفن. نقولنا هنيئا لك وربي يعاونك وربي يزيدك. ما كل الوقت هذاك لقيتك ديما صفية وصافية وصوتك صافي والحمد لله. بارك الله فيك. كل صفة هي مش نكتة إنما مدح، نكتة ممكن في قالب إطراء لصفية.